بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يا جماعة أنا طالعة أتكلم الليلة دي في موضوع يخصني أنا على اليوتيوب. أنا عندي مشكلة يا جماعة مع واحدة على اليوتيوب ماسكاني بقالها 3 سنين دلوقتي، ماسكة فيا مش عايزة تسيبني، بتسبني وبتسب في عرضي وفي عرض بناتي، وبتطلع ناس عليا تقول اللي هي بتفتح اللي انا فاتحه مع الرجاله كام. مطلعه راجل يا جماعه على اليوتيوب يقول عندها يقول اللي انا فاتحه معاه كام، وبتسبني من 3 سنين وبتسب بناتي ومش عارفه اعمل معاها ايه. طيب الست دي يا جماعه سبت زاهيه داوود وسبت حلميه داوود، وكانت بتسب في زاهيه من قبل، والفتره اللي فاتت كانت مع زاهيه وبتسب في حلميه وبتسب في لبنى وبتسب في كل عيله داوود. طلعت من عيله الحاج جابر، من عيله حوارات، دخلت عليا انا. سابتني شويه دخلت على عيله داوود تسب فيهم، ودلوقتي طالعه عليا توقعني في الناس، وطالعه عليا دلوقتي تسب في عرضي وتشتم فيا وتقول عليا ورنيشه بلمع الجزم. الورنشه يعني لبنى درويش، يعني بلمع الجزم، ورنشت الجزم. كويس. الست دي يا جماعه الفتره اللي عدت كان عندها واحده اسمها ام ناصر، يقال ام ناصر دي عندها غسيل اموال، يقال انا ما شفتش، ولكن سمعت ان ام ناصر ديت عندها غسيل اموال يا جماعه. كويس. طيب ام ناصر جايبه اللي بتخش تدعم الست ديت، وجايبه لها هدايا، من ضمنهم ساعه ب 30,000 دولار. من ضمنهم هي نزلت فيديو بالهدايا اللي ام ناصر بعتها لها، ساعه ب 30,000 دولار، ومنزله كمان ايصال تحويل الاموال، ومنزله كمان حلق الماس. ام ناصر جايبه لها يقال من ان هو ب 30,000 دولار. كمان الطقم ده طقم الماس، يقال ان هو ناس قدرته قالوا ده ب 30,000 دولار. طيب وجايبه منزله عبايات ومنزله هدايا ومنزله اطقم صينه ومنزله شنط ومنزله بلاوي سودا وفرو ومنزله حاجات كتير. طيب بيقال ام ناصر بتاعت غسيل اموال، انا ما شفتش بس سمعت، الله اعلى واعلم. كويس. طيب ام ناصر بعتت لك الحاجات ديت بناء عن ايه؟ ام ناصر بعتت لك الحاجات ديت بناء عن ايه؟ انت مطلعه ساعه دلوقتي، قيموا الساعه ديت ب 30,000 دولار، اللي هم الخبراء في الحاجات دي ب 30,000 دولار، وانت كمان قلتي الكلام ده. قولي لنا بقى ام ناصر جايبالك ساعه ب 30,000 دولار ليه؟ انت بتقولي لي اللي انت هتبلغي عني الاموال العامه، عني انا، عن لبنى درويش. طيب وقولي لنا انت جايبه، انت عامله ثروتك منين؟ انا عامله ثروتي كلبنى درويش، انا شغاله الحمد لله رب العالمين، فاتحه مكتب رحلات بقالي 24 سنه، شغاله في مكتب الرحلات وشغاله في التجاره، وبسم الله ما شاء الله. اسالوا عننا، اسالوا عن لبنى درويش واعرفوا هي مين. طيب انا بقول لك اهوت، بقدم لك ليكي والكمان مباحث الاموال العامه، يسالوا عن لبنى درويش في الضرايب وفي التامينات وفي المرور وفي المنطقه، ويسالوا عليا في كل مكان، هيعرفوا انا عملت بيت منين وعملت عربيات منين وربيت ولادي السبعه اليتامى منين. حلو الكلام. انا كده جاوبتك. قولي لي انت بقى البيت بتاع الاولاد بتاع جوزك اللي هو جنبا بجنب، آه ولازق في ارض سلفك اللي هو اخو جوزك، قولي لي مكتوب باسمك ليه؟ قولي لنا بقى، تقولي لنا جوزك، احنا سمعنا كلام جوز وانت اللي قايلاه بلسانك، انت اللي قايلاه لي على الخاص، ولكن انا بطلبه منك على العام. جوزك يقال ان هو مرمي من البلكونه، والبيت بتاعه باسمك ليه؟ عايزين نعرفه، والكلام ده انت اللي قايلاه في الخاص. البيت بتاع جوزك مكتوب باسمك ليه؟ حلو. وولادك بتتهمك ليه؟ حلو يا حبيبتي. قولي لنا بقى جوزك مات من ايه؟ والاموال بتاعت جوزك كلها متسجله باسمك ليه؟ جوزك ليه زوجه تانية واولاد صغيرين، ومات وهو اولاده صغيرين. هل هو كان هيبقى عنده اولاد صغيره هيكتب كل حاجه باسمك ويطلع الاولاد وامهم بالمولد بلا حمص؟
انت بقت ايه؟ انا قلت لك انا جايبه اموالي منين، واقول للاموال العامه، واقول للدنيا بحالها حي على الفلاح، من زيرو للي احنا عاملينه، من زيرو للي احنا عاملينه. كويس. انت بقت اولادك، انت نفسك قلتي ده ابني بيتهمني اللي انا راميه ابوه من البلكونه، انت اللي قلتي. طيب انا بقى بسالك، سيبك من ابوه اترمى، انت رميتيه من البلكونه، قولي لنا بقى، جوزك ده متجوز واحده تانية صغيره ومعاه اولاد منها صغيرين وماتوا سابهم صغيرين، تقدري تقولي لنا انت ليه الاموال اتكتبت باسمك؟ بيت الراجل واموال الراجل اتكتبت باسمك ازاي؟ حلو الكلام. طيب اللهم صل على حبيبك النبي، انت سبتيني، سبتي عيله حوارات قعدتي تاكلي فيهم، قعدتي شغاله مع عيله حوارات وتقولي ميرفت ومش ميرفت ومن فيرفت، والاخر طلعتي عليهم وقلت ما فيش حاجه اسمها ميرفت. سبتيهم مسكتي فيا، سبتيني شويه مسكتي في حلميه داوود وفي عيله داوود كلها. حلو. وقعت قناه زاهيه. حلو. سبتي زاهيه دلوقتي طلعت لام ناصر، والمفروض ده حاجه زي يتعلم منها. ام ناصر مشت من عندك شويه ولا اختفت ولا شوفوا ايه اللي بيترتب وبيحصل؟ رحت لمين؟ رجعت اللبنه درويش تاكلي في عرض وعرض بناتي. حلو الكلام. اخلاص. كلت في عرض اخلاص ابو رجيله، كلت في عرض الناس كلها. طيب انت دلوقتي رجعت تاني زي داوود لما ام ناصر اختفت. طيب عايزين نعرف بس ايه الهدايا اللي ام ناصر بحتها لك بناء عن ايه؟ ليه؟ ايه اللي بتعملوه في البلد علشان ام ناصر تبعت لك هدايا؟ ساعة ب$30,000 وطقم ألماس ب$30,000 والهدايا التانية ب$30,000 برضو، بقية الهدايا والدعم يعني $900,000 بمقدار في $50، يعني مقدار 4,500,000 جنيه، 4,500,000 جنيه. ممكن تقدري تطلعي تقولي لنا انت الهدايا دي جايه لك ليه وبناء عن ايه؟ طيب ماشي. الفترة الجاية يا جماعة هتكلم على لبنى درويش، يسب في لبنى درويش، وهتروح فين؟ هتروح لأحمد وأمل، هتتضير على أحمد وأمل، ما هي شغالة سباب على عروض الناس، وحسبنا الله ونعم الوكيل. استنينا يا حبيبة قلبي، احنا كلنا اللي انت عاملة معاهم المشاكل كلهم هيجولك ويعملوا في المنطقة بتاعتك قاعدة عرفية مع ولادك اللي هتتحاسب ولادك. انا عن نفسي هروح اعمل قعده عرفيه مع ولادك، واجيب لهم بقى الفيديوهات اللي انت كنتي بتعمليها اللايفات، وانت بتقولوا تعالوا نعمله زي بتوع الروتين. واحده عندها 70 سنه بتقول تعالى نعمله زي بتوع الروتين، وقاعده قدام الفرن وفاتحه رجليكي، ست 70 سنه، والفيديوهات موجوده والمقاطع موجوده من قناتك. وانتي بتقولي تعالي اعملي زي بتوع الروتين، ولابسه حاجات مقطعه، بنطلون مقطع، ولابسه حاجات ومبينه الحاجات. كويس. اما اولادك والمنطقه بتاعتك تشوف الحاجات دي، يبقوا ايه؟ هم اللي يردوا على اولادك. اللهم بلغت اللهم فشل. ولبنى درويش يا بنتي تاريخها معروف، وعيله درويش تاريخها معروف. حلو. يا بكيزه هانم يا درمال يا اللي بتقولي انا هانم وست الهوانم ما بيخشلوش غير الهوانم بتوع الخليج. هنشوفوا الهوانم بتوع الخليج عندك بيعملوا ايه. والهانم ما بتطلعش اصلا على اليوتيوب، الهانم بتبقى متداريه. لو كلمت حد بتطلع تبعت الخدامه بتاعتها، لو حد خبط عليها تفتح الخدامه تبعت الخدامه تفتح. الهوانم ما بتطلعش تسب وتكذب في الناس على اليوتيوب يا نناه يا نناه. الهوانم ما بتطلعش تسب وتكذب على اليوتيوب. طبعا يا جماعه اشتركوا في القناه وحطوا اللايك وفعلوا علامه الكل، واللي مشترك قديم يلغي الاشتراك ويرجع يشترك تاني، وما تنسوش اللايكات. وان شاء الله كل يوم فيديو باذن الله معاكم، واللايف بتاعي كل يوم الساعه 10 باذن الله. باذن الله. جدعانوا يا جماعه مع القناه، اتفرجوا على الفيديوهات القديمه وارفعوا القناه. انا سايباكم دلوقتي بقالي سنتين ما بنزلش حاجه على قنواتي ولا مهتميه بقنواتي. ربنا يسعدكم ويصلح حالكم وما يدخلكمش حاجه وحشه ابدا. واستنونا في فيديو جديد، استنونا في فيديو جديد ان شاء الله، كل يوم فيديو جديد. وروحوا بصوا على القناه الصغيره لبنى درويش يا جماعه، واشتركوا فيها وفعلوا علامه الكل وحطوا اللايكات، وحطوا اللايكات. اللايك يا جماعه اللي بيرفع البث او بيرفع الفيديو. وبحبكم في الله. والغوا الاشتراك اللي قدام وارجعوا اشتركوا تاني. وبقول لكم ما تنسوش لبنى درويش. بقول لكم السلام عليكم.